في أجواء احتفالية رفيعة، شهد مقر السفارة المصرية في برلين فعالية خاصة نظمها سفير محمد البدري سفير مصر لدى ألمانيا. دعا خلالها لفيفا من كبار المسؤولين الألمان والسفراء المعتمدين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية لمتابعة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشات ضخمة في قاعة الاستقبال الرئيسية بالسفارة. أيوة، حدث عظيم، حدث دولي عظيم، يعني لا يناظره حدث آخر، وبيثبت مرة أخرى إن المصريين عندهم جينات العظمة، والعالم كله شايف كده. حجم المشاركة الدولية، حجم المشاركة الوجدانية هنا في ألمانيا، حاجة الحقيقة تفرح وتخلي كل مصري يبقى فخور بمصريته وبإنجازاته. بالظبط يا فندم، حضرتك حريص انك انت تدعو عدد كبير من المسؤولين الالمان. يعني احنا تقريبا متوقعين، احنا لسه ما ابتديناش، المفروض هنبتدي خلال ربع ساعة كده. احنا متوقعين حوالي 200 ل 220 نفر فرد من مختلف الجهات الألمانية المعنية بهذا، سواء كان من المتحف الألماني، من وزارة الثقافة، من الدبلوماسيين الأجانب. Ich bin wahnsinnig gespannt und ich glaube mit allen Ägyptern zusammen sehr erfreut. وقد عكس الحدث حجم الاهتمام الدولي بهذا الصرح الثقافي الأعظم في تاريخ المتاحف على مستوى العالم. حضور الرئيس الألماني بجانب زعماء العالم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يدل على مكانة مصر الحضارية ويؤكد على عمق العلاقات المصرية الألمانية. من داخل السفارة المصرية، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين.